مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين بقى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاد عليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة جايلكم كده في شقة في الإسكان الاجتماعي بعد التشطيبات بقى والفينش النهائي. دي تشطيب المهندس محمود عبد الله، هتلاقوا رقمه كده على الشاشة زي ما انتم شايفين. هنا مغيرين بقى كل حاجة في الشقة وهنشوف مع بعض. عاملين باب مصفح كده، وشايلين طبعا باب الإسكان الاجتماعي، وعاملين كده شغل جميل جدا جدا هيعجبكم يا جماعة، وهنشوف مع بعض كده. ومغيرين طبعا سيراميك الاسكان في الوش كده، فاتحين المطبخ امريكان على الريسبشن زي ما انتم شايفين، ومدخلين كده البلكونة، ومغيرين طبعا سيراميك الشقة كله والمطبخ، وعاملين كده عند البلكونة شباك ألموتال زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفرشة دي يا جماعة، الشقة دي يا جماعة بعد التشطيب لسه ما اتفرشتش يعني. وعاملين هنا كده حلة برخامة في الحوض، وعاملين كده ديكورات بالسيراميك على السيراميك بتاع الاسكان. هم مغيرين كل السيراميك يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، وفاتحين المطبخ امريكان على الريسبشن زي ما انتم كده شايفين، وعاملين في كده ديكورات حلوة بالألواح الخشبية اللي هي طالعة جديد وترند، شكلها جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين. وعاملين كده جبسن بورد في الريسبشن شكله جميل جدا، وعاملين ديكورات بقى حلوة في المطبخ. وعاملين كده فاتحين الغرفة الأولانية على الريسبشن هيعملوها ليفينج، وعاملين كده ديكورات زي ما انتم شايفين، والوان طبعا فاتحه، والوان السيراميك برضو فاتحه وجميله زي ما انتم شايفين كده. الغرفه الاولى دي مفتوحه على الريسبشن. ده النموذج ده يا جماعه اللي هو بيبقى المطبخ والحمام والغرف اصغر من النموذج الاولاني، ويبقى الريسبشن قطعه واحده. ومغيرين طبعا وعاملين شبابيك ألمنتان، وشايلين شبابيك الاسكان زي ما انتم شايفين كده، وعاملين بجد ديكورات حلوه جدا زي ما انتم شايفين. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. طبعا ده كده شكل المطبخ يا جماعة، ومساحته كويسة جدا بعد التوسعات بقى. هنا التويلت عاملين باب كده مفصلي، هم مغيرين برضو البيبان بتاع شقق الاسكان يا جماعة زي ما انتم شايفين، وعاملين بانيو كده بيبقى 1.20 عشان التويلت ده بيبقى اصغر. البانيو اللي هو الشاسيه برضو. ومغيرين كده في الحوض، عاملين حوض كده بوحدة تحتيه وفيه مراية برف، وعاملين كده دش برضو شكله جميل. هم مغيرين كل التويلت بتاع الاسكان الاجتماعي يا جماعة، من سيراميك لتشطيب لكل حاجة. وده تشطيب المهندس محمود عبد الله زي ما انتم شايفين، عامل تشطيبات جميلة جدا. وعاملين كده حاجة زي صحارة فوق كده في السقف بتاع الطرقة شكله برضو جميل، وعاملين كده ايه فيوتك كده في السقف شكله جميل جدا. الصحارة دي بقى يستغلوها في اي حاجة يا جماعة زي ما انتم شايفين. انا بديكم افكار كده من فرش شقق الاسكان الاجتماعي تستفيدوا منها زي ما انتم شايفين كده. ومغيرين برضو بيبان الغرف بتاعة الاسكان الاجتماعي، لان هم فتحوا بقى الغرفة الثالثة على الريسبشن زي ما انتم شفتوا كده. دي اول غرفة، وعاملين الشقق كده شكلها جميل بالوان كده فاتحة. ومغيرين طبعا الشبابيك، لكن سايبين الشباك اللي هو بيبقى الخشب اللي من بره ده الشيش، لكن عاملينه من جوه شالوا الخشب وعاملينه ألمونتال. وعاملين كده فيوتك في السقف كده شكله جميل وبسيط، والوان مبهجه كده وفاتحه. اتمنى يا رب ان الشقه دي تعجبكم وتطلعوا منها بافكار. اللي واخد بقى في النموذج ده يا جماعه هياخد افكار من الشقه دي جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. عاملين الباب مفصلي لو عايزين تاخدوا سكرين شوت علشان ما ياخدش مساحه في الغرف، لان هنا الغرف بتبقى اصغر من النموذج التاني. في النموذج ده كده الغرف بتبقى صغيرة شوية، لكن هو اللي بيبقى كبير الريسبشن بيبقى قطعة واحدة. لكن هنا الغرف والتويلت والمطبخ والطرقة بيبقوا صغيرين زي ما انتوا شايفين كده. عاملين بقى ديكورات حلوة والوان هادية وفاتحة وجميلة زي ما انتوا شايفين كده. بجد يا جماعة شقة في منتهى الجمال والشياكة زي ما انتوا شايفين كده. ومزودين طبعا في الإضاءة، طبعا شكلها جميل جدا والوانها كلها فاتحة
ما تنسوش بقى اللايك يا جماعة، الدعم بتاعي، عشان انتوا نايمين خالص خالص في اللايكات والتفعيل، وبحبكم جدا يا اجمل متابعين في الدنيا. باي باي.